كثر الحديث واللغط والتسريبات الخطيرة خلال الساعات القليلة الماضية حول التفاصيل المثيرة للجدل بخصوص تحطم طائرة عسكرية مغربية من طراز دا 42 تابعة لقاعدة عسكرية تنشط بها خلايا عسكرية إسرائيلية. الغريب في الأمر أنه خلال الأيام الفارطة كثر الترويج لأخبار كاذبة وسط الأفاكين المغاربة وفبركة الأخبار عن تحطم طائرة عسكرية تابعة للجيش الوطني الجزائري. راه كاينه المؤشرات ديال الحرب. البارح انفجرت طائره في السماء فيها مرتزقه ديال كوبا وفيها المرتزقه ديال بوليزاريو، اعضاء من الجيش وافراد من الجيش الجزائري، سكتوا عليهم قبل أن يتفاجؤوا بأن الأخبار التي كانوا يروجون لها ويتمنون وقوعها في الجزائر وقعت عندهم بالصوت والصورة. وبالعودة إلى التسريبات عن تحطم أو تصفية طائرة عسكرية كانت تقل ضباط مغاربة، فهنالك العديد من وجهات النظر والتحليلات الخطيرة بأن هنالك بعض المصادر تتحدث عن محاولة انقلاب عسكري على نظام الحكم، مشيرين بأن العملية كانت مبرمجة لتصفية وجوه عسكرية معارضة لسياسات نظام المخزن، قبل أن تضيف ذات المصادر وتتساءل ما علاقة الضباط الإسرائيليين العاملين في القاعدة العسكرية الإسرائيلية في المغرب بالعملية، وهو ما يوحي بأن التنفيذ كان صهيونيا وقد تم تسويقه للرأي العام المغربي على أنه حادث مأساوي لتحطم طائرة عسكرية. كما توجد بعض التسريبات والأخبار التي تؤكد على أنه تم إنهاء حياة الضباط الذين كانوا على متن الطائرة العسكرية بسبب رفضهم التحكم المطلق لإسرائيل في الجيش المغربي، خاصة وأن القاعدة العسكرية التي شهدت الحادثة بها مقاتلات إسرائيلية وتشهد مناورات مشتركة بين السلاح الجوي المغربي والإسرائيلي وفق اتفاقيات التطبيع المشؤوم بين الرباط وتل أبيب. الكثير من الأخبار تم تسريبها في الساعات السابقة، والمخزن الآن يحاول كعادته إخفاء الحقائق على شعبه عبر وسائل الإعلام الصهيونية والإماراتية.